الفنانة المصرية ميسرة كانت هتروح فيها والسبب حقن التجميل. تعال اقول لك ايه اللي حصل. نشرت الفيديوهات والصور الخاصة بالفنانة المصرية ميسرة اثناء وجودها في عيادة تجميل بتاخد حقنة كده في وشها، ولكن استخدموا المادة ديت فيها بكتيريا منتشرة جدا في المستشفيات. حاولت الفنانة ميسرة ان هي تعالج الموضوع بدون اي تدخل جراحي، ولكن في خلال 24 ساعة تدهورت حالتها تماما، وطبعا بقى اتنقلت للمستشفيات وقعدت 10 أيام عشان تاخد العلاج المكثف. طبعا بناء على الكلام دوت الفنانة المصرية ميسرة حذرت النساء كلها من عمليات التجميل وخلافه، ومن الأطباء كمان بتوع التجميل إن الستات يعني يختاروا دكاترة التجميل ويختاروا عيادات التجميل بدقة شديدة جدا. كتير جدا سمعنا عن عيادات تجميل بتستخدم مواد سامة وممكن يموتوا الناس، وأطباء تجميل بيعملوا كوارث في الناس. فبالتالي عيادات التجميل وأطباء التجميل ممكن تؤدي بحياة نساء كتير جدا. انتوا بقى قولوا في كومنتات تعملوا ايه في عيادات التجميل وأطباء التجميل دول، وايه أنسب عقاب ليهم.